بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ النهارده معانا توبيك مهم جدا جدا اللي هو الاجر في بي ان جيت واي. والنهارده في الجزء الاول هنتكلم على الفي بي ان بوينت تو سايت. ايه الفكره العامه من الفي بي ان او الفي بي ان جيت واي؟ فكره الفي بي ان هي دي سيرفيس مايكروسوفت بتقدمها لك بحيث انك تقدر تربط الاون بريمسز داتا سنتر عندك والاون بريمسز ورك لود عندك بالورك لودز اللي موجوده على الاجر عن طريق الفيرتشوال نتورك او البرايفت نتورك. يعني يبقى انت عندك السبنت اللي عندك تحت وتعمل في بي ان بوينت تو سايت، ونبدا نربط بين الماشين دي والماشينز اللي على الاجر عن طريق الفيرتشوال نتورك جيت واي، الفيرتشوال نتورك جيت ويز، ونبدا نعمل الفي بي ان سايت تو سايت. اللينكس الموجوده اللي في الشرح دي كلها هتلاقوها موجوده ان شاء الله في تحت الفيديوز في الديسكربشن، وهتلاقوها موجوده ان شاء الله باذن الله يعني. وهي على لينك المايكروسوفت ليرن وات از في بي ان جيت واي. هنا بيتكلم لك بيقول لك اباوت الفي بي ان والفي بي ان جيت واي. هنا الكونفيجرنج بتاعت الفي بي ان جيت واي ان احنا هنعمل مالتيبل ريسورسز ان هم بوينت تو سايت، ان انا بعمل الماشين اللي هينزل عليها الايجنت بتاعت الفي بي ان هي اللي هتقدر توصل للورك لودز اللي موجوده على الاجر او الفي امز الفيرتشوال ماشينز الموجوده على الاجر. احنا عندنا زي ما انتم شايفين قدامكم كده في الفي بي ان عندنا بوينت تو سايت، سايت تو سايت، واكسبريس روت. البوينت سايت كلاود سيرفيس اند فيرتشوال ماشين اللي هي الاجر سبورت سيرفيس، والكلاود سيرفيس والفيرتشوال ماشين. السيرفيس روت لما نيجي نتكلم عليها هو بيتكلم ليها سيرفيس ليست معينه هي اللي بتشتغل مع الاكسبريس روت. احنا المهم بالنسبه لنا البوينت تو سايت والسايت تو سايت. الباندويث based on the gateway SKU stock keeping unit. typically يعني أقل من 10 جيجا بايت بير سكند aggregate. البروتوكول سبورتد هنا بيسبورت سايت سايت الاي بي سيك. هنا في بي سي بيسبورت السكيور سوكيت تانل بروتوكول اللي هي الاس اس تي بي، والاوبن في بي ان، وكمان الاي بي سيك. واحنا لما نيجي نعمل البوينت تو سايت هنجنريت سيرتيفيكت عشان هو مش هيقدر يجوين الا بالسيرتيفيكت دي. بعد كده الراوتنج بيزد، الراوت بيزد دي دايناميك. هنا بيسبورت البوليسي بيزد اللي هي الستاتيك راوتنج، وراوت بيزد دايناميك راوتنج للبي بي ان، والاكسبريس روت بيسبورت البي جي بي. الكونكشن ريزيلينسي ده اكتف باسيف اللي هو البوينت تو سايت اكتف باسيف. السايت تو سايت اكتف باسيف او اكتف، لكن الاكسبريس روت اكتف. طيب طبعا انا هسيب لكم اللينكات اللي حابب يكمل القراءه. يعني طبعا عندنا هنا الجيت ويز اس كي يوز اللي هي ستوك كيبنج يونتس دي. الانواع بتاعتها زي ما انت شايف قدامك كده، في عندك السايت تو سايت فيرتشوال نتورك تو فيرتشوال نتورك تانل، والبوينت تو سايت الاس اس تي بي سكيور سيركت تانل بروتوكول كونكشن، والبي تو اس والاجريجيت ثروبوت بنش مارك هنا. ودي البي جي بي مش سبورتد الا في الاكسبريس روت وانواع معينه من الجيت واي جنريشن. فعندك هنا جنريشن 1 بيسبورت البيزك والفي بي ان جيت واي 1 والجيت واي 2 و 3 وجيت واي ايزي. وايزي طبعا بيفرق في الثروبوت والتانل زي ما انتم شايفين قدامكم ان ده مثلا الماكسيمم 1000، لكن هنا ده الماكسيمم بتاعه 250 كونكشن في البوينت تو سايت. لكن هنا ده مثلا ال 3 ده بيسبورت ماكسيمم 1000 بوينت تو سايت. هنا الثروبوت بنش مارك بتاعك، فبناء على التيبل ده تقدر تحدد انت محتاج ايه. طيب في كمان الافيلابيلتي زون، ان انت يبقى في عندك زون ريدندنسي. والزون ريدندنسي دي بحيث ان هو لو الريجن دي حصل فيها اي مشكله، او الداتا سنتر اللي فيها البابليك اي بي بتاعك اللي انت طالع منه في بي ان حصل فيه اي مشكله، يبقى في ريدندنت ليه في الناحيه الثانيه. هنا في برضه لينك هبعته لكم برضه في التوتوريال بتاعت كريت اند مانج في بي ان جيت واي باي يوزنج الاجر بورتال، دي فيها الستبس. واحنا هنعمل الكلام ده دلوقتي على الاجر بورتال بايدينا. تعالوا نروح على الاجر بورتال. طيب تعالوا بقى نطبق اللاب الخاص بالفيرتشوال نتورك جيت واي بوينت تو سايت. احنا عندنا فيرتشوال ماشين ممكن هنا اسمها ويب في ام. الويب في ام دي واخده بابليك اي بي ومبلشين عليها ويب سايت. فاحنا لو كده خدنا هو كده اليو ار ال ده كده البابليك اي بي ده هنا كده وحطيناه
البراوزر هيجيب لك الويب سايت welcome to our other website connected to private. تمام. طيب ده كده احنا عملنا الايه؟ الويب سايت معمول له publishing. تعالوا بقى كده نشوف الماشين دي واصله على فيرتشوال نتورك واخده 10004. الفيرتشوال نتورك دي اهي اللي هي الايست يو اس، دي الفيرتشوال نتورك بتاعتنا. السبنت بتاعتنا اللي هي 10000 والكونكتد ديفايسز عليها اللي هو على البرايفت ده اللي هو كارت اللان ده اللي هو النتورك انترفيس كارد ده واخد 10004. فانا دلوقتي لو كتبت اي حاجه دلوقتي كده 10004 انا مستحيل اقدر اوصل لحاجه يعني دلوقتي كده من 10004 مستحيل توصل لاي حاجه لان هو اصلا ما فيش حاجه اسمها كده. طيب من خلال الفي بي ان بقى احنا نقدر نفتح الويب سايت ونقدر نعمل ريموت ديسكتوب على الماشين دي في البرايفت اي بي. فبالتالي يبقى انا ربطت الفيرتشوال ماشين اللي على الاجر بالنتورك البرايفت بتاعتي الاون بريم. طيب عشان نعمل الكلام ده بقى نبدا نكمل ونعمل الكونكشن بتاع الفي بي ان هنروح على فيرتشوال نتورك جيت واي نعمل سيرش كده على فيرتشوال نتورك جيت واي وهقول له هنا create virtual network gateway. النيم virtual network gateway point to site هيبقى VPN. الاس كيو ده VPN gateway easy 2 ممكن نخليه easy 1 عادي مفيش اي مشكله خلينا VPN gateway 1 او easy 1. بعد كده هنقول له مثلا generation 1. بعد كده الفيرتشوال نتورك هقول له east virtual network. هو هيبدا يكرييت جيت واي وسبنت رينج لفيرتشوال نتورك ثانيه للجزئيه بتاعه البي بي ان سايت تو سايت. هيعمل هنا الفي بي ان جيت واي هيكريت لي فيرتشوال نتورك خاصه بيه هو. هنا البابليك اي بي ده اسمه بوينت تو سايت بابليك اي بي. بعد كده احنا مش محتاجين اي حاجه ثانيه من الحاجات دي كده وهنقول له هنا ريفيو اند كرييت يبدا يكريت الفيرتشوال نتورك جيت واي. فكده دلوقتي احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا كرييت للفيرتشوال نتورك جيت واي على الجيت واي سبنت وعمل سبنت اسمها جيت واي سبنت وبقت رينج 10 0 1 0 24. هي السبنت الاساسيه بتاعتنا 10 0 0 0. طيب كله هنا هيبدا يكريت هيبدا هنا يكريت لينا الفيرتشوال نتورك جيت واي. طيب الفيرتشوال نتورك جيت واي ده بعد ما هينزل وهيشتغل هنبدا نكمل الكونفيجريشن بتاعتنا. من ضمن الحاجات بتاعه الكونفيجريشن اللي احنا هنحتاجها احنا هنحتاج سيرتيفيكت. هنحتاج سيرتيفيكت ازاي وهنجيبها منين وهنعملها ازاي؟ الموضوع بسيط جدا برضه في لينك كده برضه هبقى اسيبه لكم في الدوكيومنتس بتاعتنا. هلاقي هنا هنا عندك بيقول لك generate and export certificates for point to site using الباور شيل. هنفتح كده الباور شيل. هي ستيبس سهله وبسيطه جدا وانا هعملها معاكم دلوقتي قدامكم وهتعملها حضرتك. الموضوع بسيط جدا. ناخد كوبي للكود الاولاني ده اللي بيبدا يكريت السيرتيفيكت ونفتح الباور شيل وهنكتب ده كده وانتر. هنا عمل كرييت للسيرتيفيكتس الاولى. بعد كده هنيجي على الجنريت للكلاينت سيرتيفيكت كوبي ونفتح الباور شيل تاني ونقول هنا كنترول دي انتر. كده عمل كرييت للجزء الثاني بتاعنا. بعد كده عشان نبدا نروح للجزئيه دي هنروح على نعمل اكسبورت للسيرتيفيكت بابليك كي. هنيجي ازاي هنا هنروح على السيرتيفيكت ويزرد اللي هي عايزين نروح على مانج يوزر سيرتيفيكت. فهنيجي هنا نفتح في السيرش نكتب مانج يوزر سيرتيفيكتس اهي مانج يوزر سيرتيفيكتس. هنيجي هنا بقى على بيرسونال سيرتيفيكتس. هتلاقي في عندي تو سيرتيفيكتس الروت والتشايلد دول اللي اتعملوا بعد الكود اللي احنا عملناه. فهاجي اعمل كده زي ما هو كاتب بالظبط هنا في الدوكيمنت. انت هتاخد انت الكود وبعد كده تعمل له سيرتيفيكت وبعد كده هتعمل له اكسبورت زي ما انت شايف قدامك بالظبط كده. الخطوات دي هتمشي عليها. طيب هاجي هنا رايت كده واقول له هنا all tasks وبعد كده اكسبورت نيكست.
نو دونت اكسبورت البرايفت كي، انا اكسبورت بس البابليك كي. هاجي هنا هقول له base 64 included. نيكست تقول له هنا براوز وتبدا تحطه مثلا، وده هيبقى اسمه point to site served public، وهتقول له هنا save next finish a، ونبدا نكسبورت تاني نفس الخطوات بالظبط زي ما انت شايف كده. نيجي هنا اهوت الاكسبورت تاني، ده هناخد ده الكي ده اللي هنحتاجه دلوقتي. بعد كده هتكسبورت الكلاينت سيرتيفيكت، هتقول له هنا اكسبورت، بس هنا هنكسبورت مع البرايفت كي وهنسيبها زي ما هي، وبعد كده نديله اي باسورد، بعد كده هيبقى موجود معانا السيرتيفيكت فايل. هنيجي هنا على ده كده اقول له all tasks، بعدين اكسبورت، نقول هنا ده عايزين اكسبورت البرايفت كي. نيكست نبدا نديله باسورد say 1 2 3 1 2 3. نيكست في نفس المكان هقول له ده point to site client دي السيرتيفيكت اللي هتتعمل لها سيت اب عند الكلاينت اللي هيكونكت بيه البي بي ام. تمام جدا. نرجع تاني كده بقى للفيرتشوال نتورك، بس ما اتعملهاش كتير. تعالوا نروح للفولدر اللي فيه السيرتيفيكتس دي عشان نشوف السيرتيفيكتس دي هتعمل لها ادنج ازاي. ادي التو سيرتيفيكتس، ده البابليك وده السيرتيفيكت بتاعه البوينت تو سايت. فهنا في البابليك ده كده هنعمل له رايت كليك كده اديت open with edit in notepad، وهاخد الكي ده لان انا هحتاجه دلوقتي معايا. هاخد الكي ده، الكي ده هنحتاجه اللي هو البابليك كي، ده اللي هيتحط فيه الكونفجريشن بتاعه الفي بي ان سايت تو سايت. والسيرتيفيكت دي هنبدا نعمل لها الكلاينت سيرتيفيكت، نعمل لها انستول على الكلاينت اللي هيبدا يكونكت. تعمل لها كده انستول على الكرنت يوزر زي ما انت شايف كده. ادي السيرتيفيكت بتاعتنا. نيكست هتحط له الباسورد اللي هي 1 2 3. نيكست بليس السيرتيفيكت ان بيلون كده هنحطها في التراستد روت. اوكي. نيكست فينش يس. بس كده السيرتيفيكت امبورتد سكسسفولي. يبقى كده احنا الجزئيه الخاصه بالسيرتيفيكت احنا عملناها. هنحتاج بس الكي ده كده هنبدا نحطه في الكونفيجريشن لما يخلص الفي نت جيت واي سايت تو سايت الانستليشن بتاعه. طيب هنا خلاص بقى كومبليتد الفيرتشوال نتورك جيت واي. لو قلت له هنا بقى جو تو سورس، هتلاقي هنا بيقول لك ادي الفي نت جيت واي بتاعتنا اللي هي البوينت تو سايت اللي احنا اشتغلنا عليها. هنروح على بوينت تو سايت كونفيجريشن، هنقول له هنا configure now. هنا بيقول لك اديني الادرس بول، فانا ممكن اديله الادرس بول مثلا 192.168.1.0 على 24. ده الادرس بول اللي هيبدا يوزع منه. احنا هنقول له open VPN SSL ولا هنختار الانكربشن ايه، فانا هقول له مثلا IKEP and SSTP SSL. بعد كده هنقول له هنا الاوثنتيكيشن اجر سيرتيفيكت، وهنيجي هنا نديله النيم هنسميها مثلا point to site cert. البابليك هنا هقول له البابليك كي بتاعنا، البابليك كي سيرتيفيكت اللي هو موجود فين؟ اللي هو موجود في التكست اللي احنا عملناه دوت، بس عاملين له امبورت دلوقتي من اكسبورت سوري. هاخده هنا كوبي، ده هنا ده كده هاخده كوبي، ده البابليك كي. بعد كده هقول له هنا كنترول في. اوكي. بعد كده تمام اقول له هنا سيف لي الكونفيجريشن اللي احنا عملناها. هيبدا يعمل سيفنج للفيرتشوال نتورك جيت واي. فكده دلوقتي احنا عملنا ايه؟ احنا ادينا له هنا الادرس بول بتاعنا، هيبدا يوزع عليه الكلاينتس اللي هتيجي تدخل معانا، او اللي هيوصل الفي بي ان من البوينت للسايت. الفي بي ان ده هيدي له اي بي من الرينج 192.168.1.0. هنا هيبدا يوزع من اول اي بي كام يا جماعه؟ اي بي 2. احنا قلنا في النتوركينج ان الاجر فيرتشوال نتورك بتركز 5 اي بيات اللي هي 0 و255 1 للجيت واي و2 و3 للدي ان اس، فبيبدا يوزع من 4. لكن هنا هيبدا يوزع من اي بي ادرس 2. طيب
هنا دلوقتي بيبدا يعمل لسه بيعمل سيفنج. ما ننساش القصه بتاعت البابليك سيرتيفيكت دي، ده البابليك سيرتيفيكت اللي احنا عملناه والخطوات اللي اتعملت، واللينك موجود اللي هو ازاي تعمل جنريت وتسبورت للسيرتيفيكتس دوت، وهتلاقوه موجود معاكم برضه اللينك دوت. بيعمل دلوقتي سيفنج للنتورك جيت واي كونفيجريشن اللي احنا عملناها. هنا خلاص اتعمل سيف للفيرتشوال نتورك جيت واي، خلاص اتعمل له سيف للفيرتشوال نتورك جيت واي. فاجي هنا اقول له داونلود للفي بي ان كلاينت، هيعمل داونلود للفي بي ان كلاينت بتاعنا. نعمل له كده اكستراكت هنا، ادي في ان جيت واي. هقول له هنا ال 64 واعمل له سيت اب. يس. هنا خلاص اوكي اتعمل له السيت اب بتاعنا. تعالى بقى نروح كده على النتورك كونكشن. تعالى نروح على الفي بي ان سيتنجز. هتلاقي هنا ادي الايست يو اس في بي ان بتاعنا اهو، ديت هي موجوده هنا. اقول له هنا كونكت. ده الشكل بتاع الاجر في بي ان زي ما انت شايف قدامك كده. هقول له هنا كونكت برضو، كونتينيو، يس. هيبدا يحاول فيريفاينج للباسورد للتشايلد اللي هي السيرتيفيكت بتاعتنا. يبدا يحاول يكونكت. هنا يحاول يستبلش الكونكشن تاني، فيريفاينج الباسورد. هنا قال لك الايست يو اس في بي ان كونكتد كده، ده ايه؟ كونكتد. طيب احنا كانت الماشين واخده بابليك اي بي كام بقى؟ تعالى كده نروح نشوف في الفيرتشوال ماشين اللي هي الويب في ام بتاعتنا. كانت واخده برايفت اي بي 10004 اهو. تعالى كده نفتح الريموت واقول له هنا 10.0.0.4 انتر. فتح معانا ان هو هيبدا يلوجن بالبرايفت اي بي كده. خلاص انا كده دلوقتي كونكتد وبلوجن بالبرايفت اي بي. خلاص انا كده دلوقتي كونكتد على الفيرتشوال ماشين اهو زي ما انت شايف قدامك كده بالبرايفت اي بي. خلاص البابليك اي بي انا مش كونكتد بيه. وادي هنا الانت باب اهوت الويب سايت بتاعنا على الفي ام. هنا تعالى بقى نروح هنا نعمل ريفرش زي ما انت شايف قدامك كده. عمل كونكت بالبرايفت اي بي. طب انا دلوقتي لو رحت جيت على الفي ام دي بقى، خلاص انا مش عايز يبقى ليها بابليك اي بي خلاص. يعني انا الفي ام دي مش عايز يبقى ليها بابليك اي بي. تعالى كده لو قلت له بقى نتورك سيتنجز كده، ان هو لحد دلوقتي بيفتح بيها بالبابليك اي بي. لا انا هقول له بقى هريموف البابليك اي بي ده كده. هروح هنا على كارت اللان واقول له اي بي كونفيج، وهاجي هنا على التشيك بوكس بتاع اسوشيتد بابليك اي بي هعمل له ريموف. انا كده بعمل ريموفنج للبابليك اي بي. فالماشين دي دلوقتي الفيرتشوال ماشين اللي موجوده على الاجر، الاجر دي دلوقتي الاجر فيرتشوال ماشين دي مش واخده بابليك اي بي. الفيرتشوال ماشين دي مش واخده بابليك اي بي. بس انا هبدا اتعامل معاها منين؟ هبدا اتعامل معاها مع البرايفت اي بي زي ما انت شايف قدامك كده. ده كده شغال اهو معانا. هنروح على الفيرتشوال ماشين دي بقى تاني كده. هتلاقي هنا البابليك اي بي مش واخده خلاص ايه بابليك اي بي. مفيش اي بابليك اي بي متاخد. تعالى بقى هنا ريفرش انتر. ما بقاش شغال خلاص، ما بقاش فيه بابليك اي بي. لكن البرايفت اي بي اتس ستيل وركينج والدنيا تمام وشغال ومفيش اي حاجه طول ما انا فاتح الفي بي ان كونكشن. طيب تعالى كده نروح نبص كده على الفي بي ان كونكشن بتاعنا. لو انا رحت هنا على النتورك اند شيرنج سنتر، هتلاقي عندك هنا ادي الايست يو اس في بي ان كلاينت بتاعنا اهو موجود هنا. دبل كليك عليه. تعالى نروح هنا على الديتيلز. هتلاقي هنا واخد اي بي كام؟ 192.168.1.2 واخد الاي بي فيرجن 4 دي ان اس سيرفر ده اللي هو 168 63 129 16. ده الدي ان اس بتاع الاجر. ده كده واخد الدي ان اس بتاع الاجر. بكده يبقى احنا خلصنا اللاب بتاعنا النهارده. ان احنا عملنا الفيرتشوال نتورك جيت واي الفي بي ان بوينت تو سايت،
وكده زي ما انتم شايفين قدامكم كده خلاص الماشين دي طالعه. ولو جيت هنا على البوينت سايت كونفيجريشن هتلاقي 1.2 اللي هي الماشين اللي هي واخداها معانا هي اي بي ادرس دوت 1.2. وقدرنا نوصل للريسورسز اللي على الاجر عن طريق البرايفت اي بي. توفيق للجميع باذن الله، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.